هاي المدرسة ومثلها 50 مدرسة راح يتم افتتاحها اليوم بأرياف محافظة إدلب. طبعا هذا الإنجاز كله ضمن حملة الوفاء لإدلب بإشراف محافظة إدلب. هيك حدث عظيم لازم يكون موجود السيد المحافظ، السيد محافظ إدلب، طبعا سيد وزير الطوارئ والكوارث. تم افتتاح هاي المدرسة اليوم 50 مدرسة، صار عدد المدارس الكلية بإدلب المفتتحة والمرممة 600 مدرسة. نعم. رقم يا شباب إنجاز عظيم. وبالأمس جداً. أكثر من صار مساجد أكثر من 400. امبارح 13. نعم ما امبارح شاء الله. 13 وصار إنجاز أكثر من 400. جدا عظيم. ناهيك الساعة عن الطرقات وعن الترتيبات وعن الصرف الصحي وعن يعني خدمات بشكل عام. يعني هذا خلال سنة ونص، فالصبر الصبر أيها السوريين. نورتك فرنبيل معلم. والله يا أخي منورة بأهلا. أهلا الله بالشيخ. يسعدك هلا يا هلا رب. هلا 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 أبو عبد الرحمن. الله يسعدكم. الله يحييك. مدرسة ذي قارب كفرنبيل اللي نفذتها هي منظمة رحمة حول العالم. ما شاء الله حقيقة لكواليتي فول اوبشن، ما شاء الله تبارك الرحمن. كنت أنا كل حياتي أتمنى أدرس بهيك مدرسة، ألوان وكذا ورياحة نفسية الحقيقة. للأسف نحن درسنا مدارس أسود وأبيض عدور الحزب البائد. يا سيدي يا سيدي حقيقة أسود وأبيض. تتهنوا طلاب هاي المدرسة وطلاب المدارس الباقية إن شاء الله. طبعا هاي المدرسة قبل الترميم شايفين شلون كانت؟ خرابي. طبعا واضحة بالصورة شلون صارت، واضحة عنا هون بالفضاء ما شاء الله. طبعا حقيقة أنا شخصيا أشكر منظمة رحمة. اي والله الله حول يجزيكم خير، العالم. والله تنفيذ متقن ورائع. استاذ غيث مسؤول علاقات رحمة حول العالم في سوريا. يحيى الله يجزيك الخير. اليوم ما شاء الله شفنا الافتتاح مدرسة ذي قارب بكفرنبيل، كواليتي عالي، المدرسة مرتبة، الجهود ما شاء الله مباركة. بدي نوع على الهوية البصرية الجديدة. نعم. هاي الثانوية أو هاي المدارس اللي بتليق بالهوية البصرية الجديدة. هذا التصميم الهندسي البناء المعماري كله بأيادي البلد. الله يجزيك الخير. مهندس كان من كفرنبيل، مصمم من كفرنبيل، ما شاء الله. مدير برامج من إدلب، فلان اللاذقية من الشام، فتشاركنا كلياتنا. طلع معنا هذا النموذج، هاي الهوية البصرية. الحمد لله، وإن شاء الله هاي الهوية البصرية أو هاي الشكل الهندسي راح يتعمم إن شاء الله بكل سوريا، وتكون الثانويات، المدارس، المستشفيات كلها على هذا النمط إن شاء الله يوفقك. وهذه المدرسة بالذات كانت ثكنة عسكرية مثل ما قالوا لنا. تماما. في رجال كبير قال لي أنا محتار بين حب أولادي وحب كفرنبيل، ماني قادر أترك أولادي وماني قادر أترك كفرنبيل، فلهيك نحن أصرينا على بناء هاي الثانوية لحتى يرجعوا أهالينا ضمن مخيمات شمال السوري على مناطقهم لحتى يدرسوا أولادهم إن شاء الله. شكرا، نورتونا والله. يا حي الله.